أعزائي مشاهدي قناة الطريق، أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من حلقات برنامج بيتنا الجديد. زي ما احنا متعودين في برنامجنا إن احنا دايما بنجيب حاجات مميزة وحاجات يكون في يعني زي ضوء عليها عشان خاطر نستفيد منها كلنا. هيكون معانا في حلقتنا النهاردة راجل مؤمن جدا. أنا شايفاه إن هو صبور، وشايفاه إن هو أب مثالي. شايفاه كمان ان هو مميز في كلماته وفي احساسه لما بيكتب بوست او اي حكايه. راجل صاحب حكايه اوغسطينوس الطفل تينو، وصاحب ايضا صفحه الكلام ده حقيقي جدا. برحب بيك استاذ امير. اهلا. استاذ امير تدرس معانا النهارده في حلقتنا. برحب بيك. اهلا بيكي، ازيك؟ طبعا منورنا ومنور الاستوديو ومنور قناه الطريق كلها بوجودك. ربنا يخليكي. ميرسي. الكلام ده حقيقي جدا. اسم الصفحة بتاعتك ليه اخترت الاسم ده؟ بصي، احنا في وقت دلوقتي كل الناس بتتكلم، كل الناس بيقولوا صدقني، كل الناس بتحلف علشان تثبت ان كلامها صح. يعني انا مبدئيا مش من النوع اللي بحب احلف عشان اثبت اللي قدامي حاجه. انت مصدقني مصدقني، مش مصدقني خلاص. ولما بلاقي قدامي حد بيكلمني وبيحلف بقول له على فكره هتحلف مش هصدقك، ما تتخيلش ان الحلفان هيثبت لك يعني. ف كلمة بجد أو كلمة بحق أو كلمة يعني الكلمة دي حقيقية، ليها من القوة قوة الحلفان. إنه لما تقول لحد على فكرة الكلام ده بجد، الكلام ده حقيقي، الكلام ده حصل، اللي قدامك بيقف قدام كلمة الحق باختصار، لأن الحق هو الله. فبالظبط كأنك أنت بتقولي له الكلام ده حق. فحبيت إنه الصفحة يكون ملزمة ليا قبل ما تكون مجرد اسم للصفحة، ان انا ما احطش فيها حاجة مش حقيقية. حتى لو بكتب قصة، القصة من اولها لاخرها من تأليفي، لازم بقول انه ممكن تكون دي مجرد قصة، بس الكلام اللي حاصل جواها ده اكيد حقيقي جدا. يعني اكيد جدا دي حصل. بقى تأكيد على ان هي حقيقي جدا، ولا جدا دي؟ طبعا حقيقي جدا، لانه في ناس بتتخيل انه اوضاع كتيرة من اللي بتحصل سواء في بيوت تانية او في اماكن تانية غير الواقع اللي احنا عايشين فيه او غير المجتمع الضيق اللي احنا عايشين فيه، ما يتخيلوش، يقولوا دي مثلا ممكن دي تكون حالة استثنائية. يعني على سبيل المثال لما اجي اتكلم مثلا عن ام تكون مش قريبة قوي من ولادها، كل الناس على الصفحة انت متحيز ضد الست، انت بتتكلم، مش معقولة يكون دور الام كده. طب لو انا قدامي امثلة ناس بيبعتوا لي مشاكل فعلا الام شويه مش قايمه بدورها، يعني طب ما ده كلام حقيقي جدا. يعني ده مش حقيقي بس، ده حقيقي جدا. ده في ناس بيتكلموا الست دي مثلا هي نفسها بتكلمني، يعني هي انت نفسها بتقول بتتضايق لي. لما حد يقول لك انت منحاز مثلا للرجاله شويه عن الستات بالعكس، او العكس؟ بالعكس بنبسط جدا، لانه انا عايز الدنيا تكون موزونه. يعني انا من ضمن احلامي او اهدافي من وجود الصفحه ان الدنيا تتوزن، انه الست ليها دور مهم والراجل ليه دور مهم. الست بتضحي والراجل بيضحي، الست بتعمل اللي عليها والراجل بيعمل اللي عليه. مش هقول بيعمل اللي عليه وزياده، ومش هقول هي بتعمل اللي عليها وزياده، لا، هي بتعمل اللي عليها وهو كمان بيعمل اللي عليه. الفكره كلها اللي احنا وصلنا لها دلوقتي انه كل واحد ماسك في دوره وبيقول انا بعمل اللي عليا واللي قدامي لا. لا، كل واحد بيعمل اللي عليه. بالتالي لو عايزين نقدر، يبقى يا اما نقدر الاثنين، يا اما نقول خلاص المركبه هي ماشيه، هي بتعمل اللي عليها وهو بيعمل عليه، خلاص. يعني نقدر الاثنين يا ما نقدرش الاثنين. فانا نفسي الدنيا تتوزن. فيوم ما حد بيجي يقول لي انت متحيز لحد ناحيه حد، بعرف ان انا ماشي على التراك صح، انه ابتديت ارفع الكفه اللي الناس شويه بيحاولوا ينزلوها، يعني سواء ناحيه ست او ناحيه الراجل. فكره الصفحه اصلا جات لك امتى وازاي؟ بصي، انا مديون بفكره الصفحه دي لصديقي العزيز جدا الكاتب الكبير مايكل سامي. مش محتاج اعرفه بالناس، ده راجل ليه كتاباته وليه مؤلفاته كتير جدا يعني. بعد ما اتنشرت قصتي انا واغسطينوس على الاكونت بتاعي، على الفيسبوك اكونت بتاعي الخاص، ابتدوا الناس بناء على توجيهات الاستاذ مايكل قال لهم يا جماعه خشوا اقروا امير بيكتب ايه. قال كده بالنص: انا مايكل سامي، ممكن اكون القصص اللي بكتبها بالفها، لكن الراجل ده بيكتب كلام حقيقي. فلقيت هجوم، لانه المتابعين وعدد الفانز عند مايكل مش قليلين خالص، يعني بنتكلم في الافات يعني. فلقيت الالافات دول ابتدوا يخشوا الاكونت عندي ويقروا ويخشوا عايزين يعملوا فريند ريكوست بقى، وانا لازم اقبلها وكده. وفعلا قبلت ناس كتير جدا لغايه ما الفيسبوك قفل، انه ال 5000 فريندز خلاص اتقفلوا.
فكنت بتكلم معاه قلت له مايكل انا مش عارف اعمل ايه. قال لي بص انت احسن حاجه تعمل بيج وتنزل عليها الحاجات اللي انت بتكتبها في الاكونت عشان تبقى متاحه لكل الناس. اي حد هيخش يعمل لايك على البيج خلاص هو هيتابع الحاجات اللي بتكتبها. لما عملت البيج ما كنتش متخيل انه يعني قلت كبيري هيجي لي مثلا 5000 تانيين زائد اللي على الفيسبوك يعني. البيج اتعملت 5 نوفمبر 2014. النهارده احنا 5 في نوفمبر 2014 يعني سنة 7 8 شهور تقريبا 7 يعني. 8 شهور البيج لسه ما النهارده كملتش عليها السنة. 76000 حد بيتابعوا وبتزيد. يعني انا بخش بتفرج على الهيد كاونت بتاعها لدرجه ان انا في حد قال امير انت بتدفع لفيسبوك علشان يزودوا لك اللايكس. قلت له بتدعها. انا ما بعملش حاجه خالص، انا يعني يا دوبك بنزل البوست والبوست بيتشير وهو اللي بيجيب هل هي اللايكس. ابتدت تعلى بعد بوست معين انت نزلته، ولا هي من اول ما اتعملت وهي عليها فانز كتير؟ بصي هي كان المعدل بتاعها ماشي في الطبيعي انه يعني مثلا العدد اللي بيزيد كل يوم هو انا متابعه مثلا لغايه ما نزلت قصه. القصه دي كانت قصه حد من الناس اللي انا اعرفهم على الفيسبوك بس ما قابلتوش. وده انا عايز يعني كويس ان احنا فتحنا النقطه دي انه القصص اللي انا بكتبها ليها مرجعيات بالاشخاص. يعني قصص حقيقية. ولولا حريات الناس دي انا يعني كنت اعلنت. لكن انا براعي خصوصيات البيوت جدا، ما بعلنش غير لما بكون اخدت اذن صاحب البوست يعني. فالقصه دي كانت قصه كنت نزلتها على البيج. القصه دي شافها لان انا بيجي لي الهيد كاونت بتاع الناس اللي شافوا البوست، شافها 1,800,000 واحد. القصه دي كلموني ناس مخرجين كانوا عايزين يعملوها فيلم. دي قصه باختصار خالص. طفل عنده حاله داون سندروم. مامته سابته وهو عمره شهور لانها ما كانش عندها استعداد انها تتعايش مع طفل عنده حاله داون سندروم اللي هو المتلازمه داون. وباباه هو اللي ربى الولد دلوقتي النهارده عنده 5 سنين. وباباه بيحبه جدا وبيصوره كتير جدا وبيلبسه لبس حلو قوي واللي بتربي الولد مرات باباه. فادحنا هو قدام مثل حقيقي لأم سابت ابنها، وقدام مثل حقيقي لأب ما تخلاش عن ابنه، وقدام مثل حقيقي لأم ما خلفتش الولد ده بس هي اللي بتربي وبتكبر. فمحدش يجي يكلمني يقول لي لا الأم دي مش موجودة، لا بس أنت يعني بتتكلم بنحس عن ان أب. كل مثلا 10 قصص او 10 حالات بتحصل ان يكون العكس زي ما انت بتقول. بصي أنا بحس إنه يعني الشجرة علشان تطرح ثمار كتير جدا لازم تبقى فيه البذرة. فأنا كل ما بلاقي البذرة بكبرها. يعني لو لقيت راجل بيعمل حاجة طبيعية لأن ده دوره كأب يعني، بس لأن احنا في مجتمع مش بيشاور على الأب اللي بيعمل كده، لا أنا هجيبه وهشاور عليه. بس علشان كده يمكن هو ده اللي خلاني في الآخر عملت المسابقة اللي موجودة على البيج دلوقتي اللي هي بتاعت أب عيد بيحب الاب. بجد. اب بيحب بجد، أب دي اللي هي بيحب بجد عيد الاب. اللي هو الخطة إن احنا نوصل منها إن يبقى في عيد أب في امتى مصر. هنوصل ان يبقى عندنا عيد اب إن بقى؟ شاء الله في شهر 7. بجد؟ شهر 7 الجاي إن شاء يعني الله. دي حاجه كده مفاجاه بصي من على مفاجاتنا على يعني. على الاقل لو ما فيش عيد اب في مصر على مستوى البلد هيبقى في عيد اب في مصر على مستوى الناس اللي على الصفحه. مستوى بس فلو الناس اللي على الصفحه دول مثلا 70,000 واحد هيبقى عندهم عيد اب. هيبقى عندهم عيد اب. اللي موافقين منهم مثلا لو افترضت انا عملت يعني برسنتج كده، عملت زي استبيان كده عايز اعرف الناس موافقين ولا لا. فجالي مثلا بتاع لنفترض مثلا كل 100 كومنت فيها 5 مش موافقين، و5 مش موافقين اكيد لاعتبارات شخصيه. احنا منزلين البوست بتاع عيد الاب على الشاشه اها طيب كويس. عشان الناس اللي متابعين الصفحه يعرفوا احنا بنتكلم. انا عملت الفكره بتاعت مسابقه اب بيحب بجد. انا بحب ولادي جدا، انا امير بحب ولادي جدا، وانا عارف ان انا مش لوحدي. يعني مدرك جدا انه في مصر في ابهات كتيره جدا اصحابي بيحبوا ولادهم جدا. فانا قلت طيب خلينا نقول للمجتمع او انا اقول للناس اللي عندي على البيج طيب انا هثبت لكم بنفسكم ان كل الابهات بتعمل زي ما انا بعمل او اغلب الابهات بتعمل زي ما انا بعمل. انا عايز كل اب يبعت لي صور هو متصور فيها مع اولاده، واكتر صوره هتاخد لايكس هنعمل لها فوتو سيشن عائلي بين الاب يعني الزوج والزوجه والاولاد. لما عملت المسابقه دي انا تخيلت انه عدد اللي هيتقدموا مثلا 25 30 صوره، فقلت عادي الموضوع ما فيهوش مشكله. وقلت ان المسابقه هتخلص يوم 20/6 يعني الناس يفضلوا يبعتوا صور لغايه يوم 20/6.
فوجئت ان العدد الصور اللي وصل لغايه النهارده 256 صوره. انا لما بخش الالبوم بتاع صور عيد الاب وبقعد اتفرج على صور الابهات وهم حاضنين ولادهم واللي شايل ولاده على ظهره وكده، بحس فعلا ان احنا مجتمع غني جدا، عندنا حاجات. بس الاب لانه دماغه مش في قصه انه يكتب على الفيسبوك وولادي وبحبهم وما اعرفش ايه، ما عندوش القصه دي. راجل بيرجع من شغله همه يقعد يلعب مع اولاده. بس مين اللي مصور الصور دي؟ الزوجات. مين اللي انا باعت؟ كنت اسالك السؤال ده، يعني اللي باعت دي الابهات دي ولا المفاجاه، الزوجات بقى، يعني انهي اكتر؟ دي المفاجاه اللي ابهرتني، انه عدد الرجاله اللي باعتين صورهم لا يتعدى 15 ايوه. راجل. كل اللي باعتين زوجات. كل واحده تقول لي على فكره انت لو عامل مسابقه اب بيحب بجد، انا جوزي يستاهل انه يبقى اب بيحب بجد عشان 1 2 3 دي 4. حاجه حلوه قوي يعني. فاحنا قدامنا نموذج يعني الرغبه في ان يكون كامل. في عيد اب من الزوجات كمان، بالظبط. ومش مش بالظبط. بس من الاب هو بالظبط. اللي عاوز يبقى. فاحنا قدامنا نموذج كامل، اب بيعمل اللي عليه وام بتعمل اللي عليها ومقدره دور الاب. بالعكس ده في امهات بعتين لي على فكره هو بيحب الولاد وبيقدر يتعامل معاهم اكتر مني كمان. فانبهرت بصراحه، ما كنتش متخيل ان انا هوصل للنتيجه دي. فقلت عشان خاطر دول وعشان خاطر في زيهم تاني لازم يبقى في عيد اب في مصر. صفحتك عليها قصص كتير وكل بوست ليه قصه. وانا واحده من الناس يعني بحب ادخل واقرا القصص اللي انت بتكتبها على البوستات بتاعتك. القصص دي حقيقيه كلها يا امير؟ القصص اللي مش حقيقيه بكتب في نهايه القصه يمكن يكون اللي فوق ده مجرد قصه، او يمكن ما تكونش كل الاحداث حصلت في بيت واحد. انا دقيق جدا في الالفاظ اللي بختارها عشان لما حد يتناقش معايا اقول له خلي بالك انا قايل ان ممكن تكون القصه دي مجمعه احداث حقيقيه من كذا بيت وحطيتهم في قصه واحده عشان يبقى كورس للي بيقرا. على سبيل المثال في من البوستات اللي هزتني جدا، كان احد الاصدقاء كده بيقدم برنامج فعرض عليا ان هم يبعتوا لي مشكله من اللي بتتقدم في البرنامج ده عشان اقول رايي بس ويتناقشوا في الاراء اللي هتتبعت يعني. فبعت لي مشكله بنت عندها اعتقد 20 سنه او 25 سنه هتتجوز واحد اكبر منها ب 25 سنه. ده اللي هي بنتي للبيع، اللي هو البوست بنتي للبيع. اتعرفت دي او هي آه. نزلت بالظبط. لان انا لما قريت المشكله بتاعت البنت انا بعت رايي. بعد ما بعت رايي وخلاص فضلت مشغول بالفكره كام بنت في مصر ممكن بسبب معامله باباها واخوها ليها تقرر انها ترمي نفسها عند اي حد، عند اقرب واحد هيجي يخبط عليها، مدرسها، الدكتور بتاعها في الجامعه، هويفر مين جاي، وانها توافق انها تقبل بفارق سن كبير جدا. فقررت ان انا اعمله بوست، بس انا ما بحبش اي بوست انزله يكون فيه نهايه مأساويه. يعني لازم ليها حل، عشان لو اب النهارده بيقرا البوست ده وبنت اوريدي مخطوبه لحد، طبعا الجواز خلاص اللي حصل حصل، لكن خلينا تملي نتكلم على الحته اللي لسه خطوه اللي لسه فيها رجعه يعني. فيعمل ايه لو بنته تعمل كده؟ يا عم اعمل نفسك ميت ومش مهم مش مهم الجواز ده تكمل يعني اعمل اي حاجه بس انقذ بنتك يعني. ففعلا البوست ده لما نزل فوجئت بردود افعال انه ياما القصص دي حصلت، والناس بقى يعني سيدات من اللي حصل معاهم كده وما تلحقوش. انا حصل كده بس للاسف بابا ما لحقنيش. انا حصل كده بس ما لقيتش اللي يقول بطني بتوجعني عشان يلغي الفرح والفرح محدش عارف يتاجل يرجع في كده. كلامه يعني. بالظبط. والقصه دي من القصص اللي شغلتني جدا، لان انا لغايه يوم الفرح، لان القصه كلها بدايتها يوم الفرح وانا بكتبها، ما كنتش عارف ازاي الاب هيرجع في كلامه. يعني الاب خلاص بعد ما وصل كده، وانا عايز احط رايي اللي انا بعته في البرنامج عايز احطه في القصه يعني. فقلت انا هحط رايي في مذكرات البنت، وان الاب لما هيشوف بنته خلاص رايحه للكوافير هيبدا هو يرجع، فهيخش اوضتها ويكتشف انه بقاله سنين ما دخلش اوضتها لانه مش بيسال عليها. فلما هيخش وهيقع تحت ايده الاجنده بتاعتها ويبدا يقرا، هيلاقي بقى خواطر البنت. انا عارفه ان لما هخرج مع جوزي ده اصحابي جوازهم مش هيبقوا عارفين يندهوا له ايه، هيقولوا له باسمه ولا هيقولوا له يا انكل. يعني هم على نفس الليفل بس في السن هو اكبر منهم بكتير. ابتديت احط كل المعوقات اللي ممكن تعوق زواج زي ده. لما اخلف ابني هيشوف باباه، لما ابني عنده 20 سنه باباه هيبقى عنده كام سنه، وهكذا. ابتديت احط كل المعوقات اللي ممكن تخلي الجوازه دي تقف. فابتدى الراجل يفوق وابتدى يدور على حل للموضوع ده.
فبيقرر ان هو يعمل تمثيليه هو واخوه اللي البنت كانت برضو تعبانه بسبب معاملته ليها، انه هيعمل نفسه انه بطنه وجعاه، واخوه هيقول يا جماعه معلش احنا عايزين هوا ويلا الفرح كله اتاجل يروح. وكده. انت بس بتتاثر بالقصص اللي انت بتكتبها؟ انا بعيط معاك. بصي انا الناس بقى عشان يعني الكلام ده ليكوا عشان برضو انتوا تكونوا مبسوطين يعني. كل الناس بيبعتوا لي حرام عليك انا نفسي اقرا بوست من غير ما اعيط. انا عايز اقول لكم على حاجه، مفيش بوست بكتبه انا ما بعيطش وانا بكتبه. انا بقول قدام مصر كلها اهو. يعني انت يعني معذب نفسك ومعذبنا يا امير. بصي انا ببقى عايش جوه. يعني انا لما بكتب قصه مثلا بتدور في بيت، انا بتمشى جوه البيت. يعني الاب وهو في البوست ده، الاب وهو بيتمشى في البيت شاف بنته قاعده، وانا بكتب انا شايف البنت على قاعده. فكرة دي من أكتر الحاجات اللي بتميز القصص بتاعتك والصفحة بتاعتك، إن أنت بتوصف للبني آدم اللي بيقرأ القصة إني شايف هو وصل لمرحلة إن أنت قدرت توصل له إن هو بقى شايف اللي بيحصل، شايف يعني الموقف نفسه عامل هو إزاي. يعني هم احسن مني كتير، انا بسمع الاصوات، انا أصلها بسمعهم أم، بيتكلموا. أصلها أم دي أنا من القصص اللي بحبها. ودايما لما كل ما اقراها، انا قريتها اكتر من مره، كل ما اجي اقراها بص انت وصفك ليها وهي يعني هي زعلانه وهي بتعيط عشان ادم مش موجود واسامه هو اللي بيحيلها والكلام ده ادهم. كله. ادهم سوري. آه، بتمد ايديها عشان تاخد المنديل عشان تمسح عينيها عشان بتعيط، فهو جه بسرعه حط ايده على الحرق عشان عشان هي ما ما تشوفش. تفتكرش وما تشوفش. انت عارف انت رابط يعني اول حاجه احنا عرفنا من خلالها ان هي حصل لها حرق قبل كده، وان هي وقفت تطفيه لوحدها بالظبط. في نفس اللحظه اللي هي بتتكلم عن ان هي عايشه لوحدها ومحدش بيساعدها ده حريق القاهره على فكره، اه. حرق ايديها ده، لان اصلها امي دي مصر. امم. يعني انا مصري ايوه. جدا وبحب مصر جدا جدا يعني. فاصلها امي دي اساسا مصر. كل اللي قرا البوست، الناس اللي هم يعني زعلانين من مصر شويه يعني قالوا لي احنا البوست ده على مستوى الام متشكرين قوي، حلو خالص يعني، لكن لغايه مصر بقى وكده يعني، لا هو البوست ده مصر يعني. هي مصر دي اللي انت اتحرقت وطني قوي وبتحب مصر. جدا 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 يعني. وهي مصر دي اللي اتحرقت، وهي دي مصر دي اللي بتشوف ولادها بيسيبوها وبيمشوا وبتبقى زعلانه عليهم وبتضحك لما بيرجعوا ويوطوا على ارض المطار ويبوسوها. كل الافلام وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي يفضلوا يقولوا شوفوا ده بيمثل، شوفوا ده طب بيعمل تكتب ايه. شعر اصلا يا امير؟ انا بكتب اي حاجه يعني يعني انت تيجي في اصلا بالي. شاعر لا كاتب؟ مش بصي انا ممكن اكون بكتب حاجات اعرف اوزنها شعريا، لكن انا مش شاعر. انا يعني الله يرحمه جدي والد ماما بتقول لي انت طالع له في قصه الكتابه دي. جدي كان بيدون اي حاجه تيجي، خواطر تيجي في دماغه يعني. فانا بالقلم بعرف اوصل اللي انا عايز اقوله بكتير. حتى زمان لما كان يبقى في مشكله بيني وبين مراتي في بدايه جوازنا يعني، كنا لما نطلع نقعد في اي مكان لازم يبقى معايا ورقه وقلم، ونقعد نحلل المشكله الكلام. لانه الكلام اللي بيتدون ده اولا بيلم الافكار، ما يخليكيش تسهبي في حوارات ونجيب حته من الشرق لحته من الغرب. لا، هو انت مضايقك ايه؟ كنت اقسم الورقه حتتين كده، مريم على اليمين وامير على الشمال. انت يا ماما مضايقك ايه في مشاكلنا؟ واحد اتنين تلاته. طب خلاص هنقطعهم، مش هنيجي جنبهم تاني خالص. اما بتوع امير بقى هم اللي احنا ومش هنكمل. هنعاني فيهم حاجه خالص. تعالي بقى في المزعل امير. ويجي الناحيه الثانيه نعمل كده. طيب ونحط واحده قدام بعض، هتمشي دي همشي دي مش هتمشي. حلوه الفكره دي برضه. لا لا انا بهزر طبعا يعني. فلما بدون اي حاجه بحس ان انا ممكن اوصل لنتيجه افضل بكتير من ان الموضوع يبقى مجرد رغي الناس واسهاب كلها يعني. شايفه ان الكلمات بتاعتك كلها احساس وكلمات معبره وكلها بتوصل للقلب، وخصوصا في البوستات اللي هي بتاعت لما تكون بتتكلم على الاطفال او على ابنك او بنتك، لما تشوف ابنك قدامك دلوقتي احضنه او قرب منه وحس بيه. كلام معانا، معلش معانا مداخله. الو. 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 ايوه. مساء الخير. الو. انا مجدي من ايطاليا. سألني. اه اهلا استاذ مجدي، ازي حضرتك؟ انا انا بكلمك المره دي والحمد لله طلعت من المستشفى، فبطمن الحمد اخواتي يعني. لله. انا طلعت بقالي ساعه يعني. الحمد لله على السلامه. وطبعا البرنامج بتفرج عليه دلوقتي على يعني على القناه الجديده يعني، لان الترددات نازله النهارده اول يوم يعني، وانا مبسوط خالص من الحلقه دي. وليا رجائين بقى بعد اذن، مش رجاء واحد، رجائين. الرجاء الاولاني في حلقه بتيجي يوم الاثنين طبعا النهارده، فعايزين ممكن حلقه ثاني تيجي يوم خميس يعني او يوم الجمعه، يبقى الاثنين والجمعه
عشان المشاهدين انا شايف في اقبال جامد على على الحلقه يعني وبتاع. الحاجه الثانيه بعد اذنك يعني البرنامج بتاعت بكره الساعه 7 ليه ما بتاعتش الساعه 10 الظهر 12 واحده عشان في السبعه مثلا وراك شغل واحد يتفرج عليه احنا يعني ممكن كده. نشوف الكلام ده كله مع المواعيد في الإدارة يعني، وإن شاء الله طبعا نحاول إن احنا نعمل أكتر من حلقة في الأسبوع، ونحاول إن هو يتعاد في مواعيد متأخرة شوية عن كده. بشكرك جدا جدا جدا، والحمد لله على سلامتك، وأنا مبسوطة بجد بمداخلتك. ميرسي جدا أستاذ مجدي. كنا بنتكلم عن لما تشوف لما تشوف ابنك احضنه. بصي انا بكتب اللي بعمله مع اولادي، واللي ما بعملوش مع اولادي وانا بكتبه بتعلم فبعمله مع اولادي. انا بحب احضن اولادي جدا، بحب ابوسهم جدا. احنا في البيت بابا اغلب وقته كان مشغول لان بابا كان شغله تربيه وتعليم وكده. فانا قلت مش معنى ان واحد مثلا ما ترباش على حاجه او ما شافهاش انه يمنعها عن ولاده. بالعكس ممكن الموضوع يولد جوايا رغبه واراده انه اللي انا كان نفسي فيه لا اعمله مع اولادي يعني. فهو ده كان قراري انه يعني بابا وانا مديون له بفضل كبير جدا في كل اللي انا فيه دلوقتي. عشت طول عمري شايفه تعبان علشانه. لكن في نفس الوقت احنا يعني كنا محتاجينه جدا في اوقات كتيره جدا، بس هو غصب عنه طبيعه شغله كانت هي اللي عامله فيه كده. بس الحمد لله هو ما كانش بيسافر، الحمد لله هو كان قدامنا بس كان مشغول على طول. فانا قررت انه مهما كان درجه شغلي لازم لما ارجع البيت اعمل مع اولادي كده، اعوض الوقت اللي انا بعيد عنهم بالظبط. وهو ده اللي انا استندت عليه لما قلت يبقى في عيد اب في مصر يعني. مش اللي انا بعمله، اللي ابهات كتيره جدا بيعملوه وهم مش واخدين بالهم ان هم بيغيروا فكر جيل من الجيل اللي احنا اتربينا فيه للجيل بتاع النهارده. يعني كل الابهات اللي موجوده اللي هم من سني، بنتكلم يعني انا سني 18 19 20 في 2 و2 كده يعني. يعني السن اللي احنا بنتكلم في 35 ل 40 ل 45، الجيل ده عاش في فتره كانوا الاهالي همهم جدا التأمين المستقبل المادي وتأمين الظروف الاجتماعية والظروف المعيشية. يمكن السبعينات دي كلها كانت بالظبط معظمها كده، غير ما كانش فيه الحتة بتاعت المشاعر والتصوير ويلا ونحضن بعض ونبوس بعض ونفسية الطفل والكلام ده. دلوقتي مع انه الفكر ده ابتدى يخش، الابهات اوريدي بيعملوا الكلام ده، بدليل الصور اللي انا يعني اللي موجوده على الالبوم بتاع الصفحه. اللي هيخش يتفرج هيستغرب ازاي الابهات جواها كم المشاعر والحب ده. عندهم استعداد. في عندك صوره ليك اصلا على الصفحه، انت لبست لبس الولاد بتاع المدرسه. ده حقيقي. في اول يوم كان اول يوم دراسه. كان اول يوم دراسه. كانت ظروفنا في البيت ان مريم ما كانتش موجوده، كانت اختها تعبانه فهي كانت مبيته عندها في الليله دي، وده كان اول يوم دراسه. وتيمو وماجي حبايبي جدا يعني، وصعبان عليا ان هم نازلين مدرسه تاني يوم ماما مش موجوده وهم يعني رايحين مدرسه بقى. رايح المدرسه دي في حد ذاتها قبضه القلب، حتى ريحه الجو نفسها والجو اللي احنا وصحيان بدري بقى والكلام احنا نفسنا بعد ما كبرنا وسيبنا المدرسه والجامعه والكلام ده بقى، اول ما بيجي شهر 9 تلاقي نفسك انا شامم ريحه المدرسه، ريحه الجوافه بقى بتطلع. فكون ان انت تكسر لهم الحاجز بتاع القلق والتوتر بتاع الدراسه. عايز اقول لك انا اكتشفت ان انا ما كسرتوش عند ولادي بس، انا كسرته عند ولاد ناس ثانيه في حتت ثانيه يعني. اليوم ده لما صحيوا لقيوا لبسهم محطوط وجنبيه اللبس بتاعي. ايه ده بابا انت هتلبس زينا؟ قلت لهم زيكم بالظبط. فلبست ونزلت، واحنا داخلين على المدرسه في اب وام واقفين بيوصلوا ابنهم، الشارع كله اولياء امور، فهم شايفيني داخل، فانا واخد بالي هي بتقول له ايه يعني، بتقول له ايه ده لابسين زي بعض الثلاثه يعني، هو لابس تيشيرت زيهم. فانا اول ما قربت منهم انا بالصدفه كنت باركن جنبهم، فهو كان بيقرا الجورنال فقام جاب الجورنال، قال لها ايه ده لابس بنطلون زيهم برضه. فلما نزلت اكتشفوا ان انا يعني النسخه المكبره بتاعت الولد. كنت مبسوط يا امير ولا كنت اوقات بتحس ان انت مكسوف ان ممكن يكون حد يقول ايه ده بص عامل ازاي؟ يعني في ناس كتير بيبقى نفسها تنزل لسن ولادها وانها تعمل زيهم وتلعب زيهم وتعمل كل حاجه وتلبس زيهم، بس يقول لك ايه ده بص الراجل ده مثلا ازاي يعمل كده، ده يعني ولا انت كانت بالنسبه لك عادي؟ اهم حاجه ان الولاد يتبسطوا. بالعكس انا كان نفسي كل الناس تعمل كده، وانا هخلي ان شاء الله السنه الجايه في يعني قبل المدارس ما تخش في شهر 9 دلوقتي جهزوا كل اب وام يروح يشوف لبس المدرسه ايه من الاول عشان ينزل يتصور الصوره دي. ونبعت لك الصور على بالظبط. وهعمل مسابقه اجمل صوره اب وام بيتصوروا بلبس اولادهم بالظبط. لازم اللبس يكون ايدنتيكال، ما حدش يجيب مثلا درجه اغمق درجه افتح، لا يبقوا يتصوروا جنب بعض تيم واحد كده يعني. فالموضوع ده فرق جدا. انا عايز اقول لك انه
واحد من اداره المدرسه لقيته عندي على الفيسبوك بيكلمني بيقول لي انا انبهرت لما شفتك بالمنظر ده. وواحده من ضمن المدرسات برضو لقيتها داخله بتكلمني بتقول لي انا كنت واقفه مراقباك مش متخيله انت عامل ايه، واقف وسط الابهات والامهات لابس زيك زي الولاد وعمال تهزر وتضحك وتتصور في الشارع يعني، والناس كلهم واقفين بيضحكوا يعني. بس ناس حياتك كتيره زي جدا صفحتك اصلا يا منير. حقيقيه، حقيقيه حقيقية جدا. جدا جدا. اه لا يعني الصفحة بتاعتك دايما اللي بيخش عليها وابتدي يقرا فيها بيحس انها فيها رسالة اول حاجة، زائد انها فيها تفاؤل، فيها امل. لما انا نزلت بوست على الصفحة بتاعتي وقلت ان انا هيكون معايا استاذ امير تدرس صاحب صفحة كلام ده حقيقي جدا، لقيت مسج من ضمن المسجات او كومنت بتقول لي انا مش عاوزه اساله اي سؤال، انا عاوزه اقول له او اشكره ان هو غير حياتي واداني امل من خلال الصفحه بتاعته. وانا وعدتها ان انا هقول لك الكلام ده على الهوا، بس انت صفحتك زي حياتك. بصي عشان اكون صريح انا قلت قبل كده يعني انا واحد عاش حياه، يعني انا متجوز بقالي 13 سنه، شهر 11 الجاي ده اكمل 13 سنه. 12 سنه من ال 13 مشاكل، والناس القريبين عارفين انها مش مشاكل قليله يعني، لكن اكبر امل ممكن الواحد يعيش عشانه هو امل انه يعيش كويس. فكل يوم انا بقول احنا النهارده هنعيش كويس ونتخانق النهارده، طب يبقى احنا بكره هنعيش كويس ونتخانق بكره. طول ما الشمس بتطلع واليوم الجديد بيجي يبقى وارد ان تحصل حاجه النهارده ما حصلتش امبارح، او انه تغيير يحصل النهارده ما حصلش امبارح. انا مؤمن جدا ان كل حاجه ليها وقتها، وممكن يكون حل مشاكلي في انها ما تتحلش. مش شرط كل مشكله، يعني الكلام ده انا ناقشته في بوست من البوستات، انه مش شرط كل مشكله الواحد فيها حلها ان المشكله تمشي. ممكن يكون حلها ان المشكله تفضل وانت تقوى عليها، المشكله تفضل ماشيه معاك وانت تاخد من المشكله دي حاجه وتطوعها تحل بيها مشاكل في بيوت ناس تانية كتير. وهو ده اللي انا فوجئت بيه، انه في ناس كتير يعرفوا انه قصص بتتكتب في موقف انا بقراها، انا اللي عشت الموقف ده، لكن ما حدش بيقدر يستنتج لان انا ببدل الشخصيات، يعني الاب عامل له ام والام عامل له اب والولد عامل له بنت والبنت عامل لها ولد كده، فما حدش يعرف فما حدش يعرف قصتي فين. بس في الاخر لما بيجي لي حد يقول لي على فكره انت كانك اللي حصل في بيتي، بس انا اللي بقول له على فكره ما ده كمان اللي حصل في بيتي، انت مش لوحدك. لو كل واحد ادرك انه مشكلته دي ممكن تبقى عارفه انت قصه الحصان اللي اترمى في حفره وما كانش عارف يطلعوه فابتدوا يرموا زباله، وكل ما الزباله تعلى هو يحط رجله عليها لغايه ما طلعها من الحفره زباله. سوري في اللفظ طبعا يعني، بس انا عايز اقول انه ممكن تكون المشاكل بكل مساوئها علوها وانت بتدوس على كل علو فيها انت بتعلى عشان تطلع من الحفره اللي انت فيها اصلا يعني. ف لا انا حياتي زي الصفحه بمشاكلها بعياطها بضحكها باملها بالحلم اللي موجود في كل بوست، انه نهايه البوست تكون فرحه عشان خاطر الناس اللي موجوده. انت عملت جواز تاني؟ انا عملت جواز تاني جواز تاني مع مراتي برضه عشان ايه؟ مع مريم عشان مشكلة جواز تاني دلوقتي ماشيه في البلد يعني. احتفلت بعيد جواز كل 12 بطريقه مختلفه شويه. المشكله هتبقى في 13 بقى. احنا مش عايزين نقولها بس عشان مش هنقول عشان انا مش عارفها، بس هتبقى الضربه القاضيه. لا لا خالص، بس عارف انها فارقه يعني ان شاء الله. عملت ايه في عيد جوازك ال 12؟ عيد جوازي ال 12 كنت يعني يا ريت كل زوج معانا دلوقتي يسمع، ويا ريت كل زوجه برضو مش الزوج بس، الزوج والزوجه يسمعوا مع بعض يعني. امير عمل ايه يا جماعه؟ اصل انت اللي عملتها فكل زوج. اوكي ماشي. مش مريم. اللي حصل انه انا قلت السنه دي، لان انا بحلم ان الدنيا تتغير في بيتي ومع مراتي والظروف تبقى حلوه. احنا مش مقطعين بعض ولا حاجه، بس احنا يعني نفسي نعيش حلو احلى من ما احنا عايشين دلوقتي. فانا قلت احنا كل عيد جواز بيجي علينا بنفتكر تلك الذكرى التي لا يجب ان نتذكرها في بعض الاوقات. فقلت ايه، نعمل حاجه تخلي اليوم ده لما نفتكره نضحك. فايه اللي يخلينا نفتكر اليوم ده نضحك؟ ان احنا نعمل فيه حاجه تضحك، فالذكرى بتاعته تكون بتضحك. بدل ما صوره الفرح بتاعتنا مثلا يوميها احنا كنا عمالين نجري ولازم نروح للاستوديو. طبعا انا متجوز من 12 سنه، فنظام الاستوديوهات بقى بتاعت زمان وتقف كده والشعر أيوة. مفروق ومن غير نظاره حاجه يعني المهم. ف
قلت بدل ما اعمل كده خلينا نتصور صور زي صور الفرح بس بمزاجنا بقى. والجميل ان هيبقى معانا اولادنا، يعني هيبقى معانا ثمره الفرح ده، مش لسه هنشوف بقى ربنا هيدينا ولا مش هيدينا، لا احنا انت معانا اوريدي اوريدي. مطمن خلاص يعني، ربنا بتضحك يعني بقى بجد الفرحه مش طالعه يا من ترى جوه. هتخلف ولا مش هتخلف ولا انا هجيب ولا مش هجيب، لا ربنا ادانا اللي احنا نفسنا لو فيه ينفع بالظبط. نعرض الصور معانا على على الشاشه، تشوف امير وهو عريس ومريم وهي عروسه للمره الثانيه. بس فقررت ان انا اعمل فوتو سيشن. احنا على ايامنا ما كانش في حاجه اسمها فوتو سيشن نطلع في مكان اوبن اير ونتصور يعني. فقررت ان انا اروح احجز فستان. كان نفسي جدا احجز فستان فرح، بس حسيت الموضوع هيبقى اوفر شويه، فقلت لا خلينا نجيب بس فستان ابيض وانا اجيب بدله. انا عندي بدلتي بس قلت اجيب بيبيون بس وكده، وقميص. كان نفسي جدا في فرحي البس قميص ابيض فيه دراير سودا، كانت عقدتي في حياتي ما كانش على ايامنا. فرحت جبت القميص ده وكده، لبست الولاد زيي بالظبط. مريم ما كانتش تعرف حاجه غير ليلتها بالليل. هي كانت عارفه ان احنا هنطلع نتصور بس مش عارفه انه هيجي لها ماكيره هتجي لها البيت كمان تعمل حلوه لها قوي. تعمل لها المكياج. اخترت تسريحه شعرها ولون شعرها واخترت عملت البنت. لها لوك يعني طبعا طبعا اليوم ده عروسه. مريم انبسطت جدا. راحت بالليل المحل اللي انا كنت متفق فيه على الفستان، يا دوبك نزلت قاسيته وظبطوا المقاس وكده، وجه الفوتوجرافر البيت ابتدى يصور الميكنج بتاع الميك اب بتاعها وكل حاجه حلو قوي. وانا لسه لابس قميص عادي، وبعد كده لبست ايوه البدله ونزلنا طلعنا على الازهر الحاجات اللي بارك. بتحصل اوريدي في في بالظبط الافراح بالظبط، بس دلوقتي. احنا بمزاجنا بقى اه يعني، ولا اصل انا اصلا بنتسمع. متضايقه قوي ان انا على ايام جوازي يعني ما كانش فيه بقى اطلعي معانا السنه دي بقى الفوتو. نمرة جوزك ونطلع سوا ما السنه انت دي اكيد بقى. هتغير، لا انا عايزه اللي فات مش عاوزه. بس فطلعنا على الازهر بارك نتصور، وكنت متفق مع 2 اصحابي كانوا جايبين لنا ورد طبيعي، تاج ورد ليا وليها وتينو وماجي وتصورنا كلنا هناك. انبسطنا جدا، كل ما بنتفرج على الصور بنفرح قوي. افتكر كلمه مريم قالتها لي، حسيت انه دي من ثمار انه انا فكرت في فكره جديده اليوم ده واحنا مروحين، وانا بقى في الباب العربيه قبل ما نطلع البيت لقيتها بتقول لي على فكره احنا السنه دي ممكن نكون عملناها من باب التغيير، السنه الجايه هنعملها من باب الفرحه، لانه احنا اذا كانوا 12 سنه عدوا فيهم مشاكل، فالسنه ال 13 اكيد لو احنا بادينها كده الدنيا فيها هتبقى مختلفه يعني. فده سواء انا بقول ال 13 بقى هيبقى امين. حدث فرقت ان شاء الله. فرقت معاك في معاك انت ومريم بعد الحركه دي يعني بعد بصي خليني اقول لك على حاجه برضو، عشان الموضوع مش المعجزه اللي حصلت بس. السنه دي من اهدى السنين اللي حصل فيها سوء تفاهم بيننا وبين بعض. اختلفنا وكتير بس مش زي السنين اللي فاتت. يعني عارفه لما في مثل كده انا بحبه قوي، لو انت هتحل نفس المشكله كل مره بنفس الطريقه وتتوقع نتيجه مختلفه، ده ضرب من الغباء. يعني لانك ايه الجديد؟ لازم لو المشكله ماشيه معاك لازم تحاول تغير طريقه الحل، او تشتري دماغك من ان انت تحل وتحاول تبني في حاجه تانية فتنسى المشكله. انت معاك ناس في الصفحه غيرك؟ في بدايه ما عملت الصفحه لما لقيت العدد ابتدى يزيد ما كنتش لاحق اقرا كل المسجات، فدخلت حد من الناس القريبين مني جدا والموثوق فيهم، جاست بس ان هو لو في مسج مهمه يقول لي. قاعد على البيج بالظبط راوند 5 أو 6 ايام لغايه ما جات لي مسج برايفت من حد ما اعرفوش طبعا. فحسيت انه من الامانه انه ما ينفعش ان الصفحه دي يكون عليها حد غيري. اذا كان الناس وثقت في امير تدرس ان هم يبعتوا يقولوا له احنا عندنا المشكله الفلانيه 1 2 3 4، فمش من اللائق ابدا انه يبقى في حد على الصفحه تاني غيري والناس ما تعرفش يعني. فايذر ان انا اعلن اقول للناس يا جماعه انا معايا حد على الصفحه ممكن يكون بيستقبل، او ان انا ما يبقاش في حد اساسا وتفضل الناس عارفه ان امير تدرس بس هو على الصفحه. فاللي موجود على الصفحه من ساعه ما من اخر 11 2014 هو امير تدرس بس، ما فيش حد تاني انت بيقرا. بتجيلك طبعا رسائل كتير ومسجات كتير، مشاكل مثلا، في ناس كتير حابه ان هي شايفاك ان انت تقدر تساعدهم في حل مشكلتهم، تقدر لو نزلت القصه نفسها على الصفحه عندك ممكن يجي لهم كومنتات حاجات لحل مشاكلهم، فبيبعتوا لك المسجات والكومنتات دي. انت بتقدر توفق بين الصفحة، خصوصا ان عدد الفانز عندها بقت كتير دلوقتي، وشغلك والبيت، وانت بتقول ان انت مع اولادك
كتير قوي، وبتهتم ان انت وحريص ان انت تكون دايما معاهم في كل المناسبات وفي كل وقت قادر بصي توفق؟ بصي مش هنكر انه في اوقات كتيره جدا ممكن تيجي مسجز ما اقدرش ارد على كل المسجات الموجوده، بس انا ما فيش مسج مش بقراها. لكن ممكن ما يبقاش عندي حل، او ممكن في اللحظه اللي بتتبعت لي فيها المسج ما عنديش وقت ان انا ارد، لكن ممكن ارد بعدها بفتره. ممكن لو الرد سريع اقدر ارده النهارده دلوقتي على طول في ساعتها. ساعات حد يقول لي ممكن اخد رايك في مشكله، فانا ردي معروف. يعني حتى الناس اللي باعتين لي السؤال ده هو ردي معروف. لو في ايدي ان انا اقدم حل مش هتاخر ابدا، لكن لو مش في ايدي يعني مش هعرف اعمل حاجه. الشغل انا عندي ساعه بريك مش بطلعها في حته، فبقسم الساعه دي على مدى اليوم، يعني 5 دقائق في 10 دقائق كده طول اليوم. كل شويه اخش على الصفحه اشوف اذا كانت اتبعتت حاجه مهمه تستدعي الرد في وقتها او لا. اول ما عملت البيج وابتدت الناس تبعت، كان الموضوع اشركت فيه في البيت عندي. يعني مريم كانت بتقعد تقرا تقول لي انت خدت بالك لما حد مثلا، ساعات ناس كتيره جدا يخشوا يعنفوني لاي سبب من الاسباب. في ناس بتخش تغلط بالالفاظ، انا من النوع اللي ما بعرفش اغلط باللفظ في حد في تعاملاتي يعني. فبرد بمنتهى الكياسه والهدوء انه الموضوع مش مستاهل ان احنا نغلط في بعض وكده. فمريم تقول لي انت خدت بالك من فلان ما اعرفش بعت لك قال لك ايه وكده. فهم متابعين معايا اللي بيحصل على الصفحه. لما بينزل بوست حلو ويقروه، الاقي ماجي مثلا بنتي تكلمني تقول لي يا بابا ايه ده انا عيطت وانا بقرا القصه دي، ده ماما قعدت تقراها لنا، دي القصه دي حصلت، ويفضلوا يتناقشوا معايا في اللي حصل في القصه وايه الحاجه اللي نتعلمها منها او لا او كده. فالموضوع هم مش براه، يعني هم كمان معايا بس في الحاجات اللي متاح ليهم ان هم يعرفوها. هل الصفحة عندك مرتبطة بالحالة المزاجية ليك؟ يعني لو انت حاسس ان انت مبسوط وممكن تنزل بوست آه، سعيد كده، او حاسس ان انت متضايق او قابلك موقف مؤثر، ممكن تنزل حاجة كده، ولا ملهاش لا علاقة بالحالة المزاجية؟ لا بصي، عايز اقول لك على حاجه انا ما كنتش متخيلها انها هتبقى فيا يعني. انا بحب الناس جدا، انا طبيعه شغلي في الموارد البشريه فكل تعاملاتي مع الناس. آه، لو اقول لك ان انا بحب ال 76,000 اللي موجودين عندي على الصفحه بكل بقوم كومنت. 7 على فكرة. 77,000 بتهزري؟ لا 97,000. 77 97. ايه اللي بيبقى 97؟ العدد اللايكس اللي على الصفحة عندك، الفانز. لا ما يلحقوش، انا 76,000. صدقني انا شايفاها. طيب نتكلم بعدين. انت البرنامج خلص ولا؟ مش هنتخانق على الهوا، ما علينا. المهم يعني لما لقيت ال 76 اللي انا داخل بيهم هنا. انا بتكلم على انا داخل بيه هنا ماشي. زياده. لما لقيت يعني 76 بيبعتوا لي مشاكل وكده، انا انفعلت جدا بكل مشكله بتتبعت. انا في ناس بيبعتوا لي مشاكل هم ما يعرفوش ان انا عينيا بتدمع وانا بقراها. يعني في بوست لسه منزله النهارده، واحده بتحكي قصه اب سيمبلي طلع بعد العمليات بيومين 3 لما لقى اولاده زهقانين عشان هو كان بيعمل عمليه بره، قرر ان هو يخرج وهو عامل عمليه خطيره ومنتظر العمليه الثانيه. فازاي اب زي ده ما نشاورش عليه؟ حتى بلاش نشاور عليه هو كشخص واسم، ما نشاورش على دوره، ما نقولش ان في اب بيعمل كده. فعشان كده انا عملت الهاشتاج تحتها، عشان كده لازم يبقى في عيد اب في مصر، لازم. وانا عارف واثق جدا في ربنا لانه الهدف ده هدف سامي جدا. عايز اقول على حاجه، عيد الاب في مصر هيرفع من معنويات الابهات اللي ليها دور مغمور وهم قايمين بيه على الوجه الاكمل، وهيعلم ابهات مش قايمين بدورهم ان هم يقوموا بالدور لما يتفرجوا على نماذج الاب المثالي ويسمعوا حكايته، زي ما بتيجي الام المثاليه ونسمع حكايتها. في اب مثالي، يعني ممكن يبقى اب مثالي اكتر من الام. يعني رد فعل الناس على الكومنتات اللي بتجيلك والتعليقات بتاعت الناس على اي حاجه بتنزلها على الصفحه، حاسه انها ايجابيه ولا؟ جدا جدا. انا واحده النهارده لقيتها بتقول لي مش مهم المسابقه اللي انت عملتها عشان تختار اجمل صوره اب بيحب بجد، المهم المشاعر اللي انت طلعتها جوه بيوت كتيره جدا كانت نسيت ان هي جواها المشاعر دي. عارفه هي بتتكلم عن مشاعر مين؟ بتتكلم عن مشاعرها هي.
انها قررت تروح تصور جوزها، فاكتشفت انها زمان كانت متعوده تصوره هو والولاد وبطلت بقالها مده. فلما مسكت الموبايل تاني عشان تصوره حست انها في حاجه كانت بتعملها ووقفتها، فحست ان جوزها يستاهل انه لا انت وقفتي ليه. يعني هي بعتت لي بتقول لي أنا لما مسكت الصوره الكاميرا وقعدت اصور، قلت هو انا بطلت اصوره ليه؟ انا كنت متعوده اول ما يرجع من شغله، لان هو بيرجع من شغله عليهم. دي قصه اتنين دكاتره، هما الاتنين. الاب انا كلمته في التليفون من كتر ما انا كنت مبهور من اللي الست كتبته عنه، قلت لها بعد اذنك انا عايز رقم جوزك، وكلمته. كلمته في التليفون قلت له انا عايز اقول لك على حاجه، انت بيتقال فيك قصايد، انت ازاي قادر توفق بين شغلك كدكتور؟ قال لي لا لا لا، اوعى تكون فاكر ان انا لما لقيت شغلانه الطب دي هتعمل فيا كده وشغل عياده وابعد عن البيت وابعد عن، لا 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 لا، انا بشتغل دكتور في الحدود اللي ما تخلينيش اسيب ولادي، لكن انا مهما رجعت من بره لازم اوطي على الارض والعيال يركبوا على ظهري وامشي بيهم في الشقه ومراته تصوره كده. فبتحكي لي انه لما انا نزلت البوست ده كنت كاتب فيه كلمه كده: اتصوروا على قد ما تقدروا، بس وانتوا بتتصوروا اضحكوا. هيجي يوم تتفرجوا على الصور دي، فلما هتشوفوا نفسكم في الصوره بتضحكوا هتضحكوا وانتوا قاعدين. قالت لي ده اللي حصل لما صورت وبعت له الصور وقلت له انا هدخل بالصور دي المسابقه، بقوا هما الاثنين يضحكوا على ذكريات الصور. قالت لي فانت فعلا كلامك حقيقي. يعني تملي الناس دلوقتي اتعودوا لما يكلموني يقولوا على فكره الكلام ده كلام حقيقي حقيقي جدا. جدا. يعني في ناس بتعرض عليك انها تساعدك في الصفحه؟ في ناس مشكورين جدا، يعني قالوا لي طب نيجي نعمل معاك شغل، طب نظبط لك الصور، طب ما اعرفش ايه. انا ببقى نفسي الناس تساعدني وكل حاجه، مش رافضا مني، بس زي ما قلت لك اولا البرايفسي بتاعت الناس دي خصوصيات ناس وهم ائتمنوني عليها. معانا تليفون معلش. الو الو. السكه قطعت. اوكي. ماشي. الناس ايه في اللي عايزه الناس؟ تساعدك. لا تساعدني. بس بقول لك البرايفسي بتاعت الناس، خصوصيات الناس في القصص اللي بيبعتوها، دي نقطه كانت بتعوقني. تاني حاجه انا ساعات ببقى عايز اعمل حاجه اون ذا سبوت. يعني انا من كام يوم دخلت نمت بالليل الساعه 8 وكنت شغال في الصور اللي انا بعمل لها اديت عشان انزل الصور كلها بنفس الشكل بنفس المقاس محطوطه في نفس الفريم، عشان الناس وهم بيعملوا لايكس ما تبقاش في صوره على حساب صوره. فانا اللي بعمل الحاجات دي كلها بنفسي. قمت الساعه 4 الفجر لقيت عندي 10 صور مبعوتين، فابتديت اخلصهم ونزلتهم عشان الصور تنزل اول باول فيلحقوا الناس يعملوا لايكس عليها. مش هقدر الزم حد معايا اقول له على فكره في 10 صور خلصهم لي دلوقتي وابعتهم لي، مش هقدر اعمل كده. فان انا ابقى عارف بدايه ونهايه مواعيدي ووقتي دي انسب بكتير جدا من انه اكون بتعب حد او بشغل حد كده. يعني وعايز اقول على حاجه، يعني لو في حد حابب انه يعمل حاجه زي كده، طب ما يفكر في فكره بيج تانية وهو يادمن البيج دي ويبقى عندنا الكلام ده حقيقي جدا حقيقي جدا جدا جدا. حقيقي جدا جدا، ونكتر في الالف ونكتر في جدا. يعني كده يعني نقدر نعمل حاجات كتيره جدا. انا عايز اقول على بتتضايق حاجه، لما حد بياخد البوستات بتاعتك ويسيبها لنفسه؟ لا بتحصل بالعكس. اكيد، بتحصل معاك كتير يعني. انا كل شويه حد يبعت لي الاقيه يعمل لي منشن في كومنت، اخش الكومنت ده الاقيه منتدى معرفش سايات، منتدى العباسيه معرفش ايه واخد القصه، بس بيشيلوا امير تدرس. بس هم هفضح نفسي طبعا وهقول لهم على الحل، بيخلوا كلمه الكلام ده حقيقي جدا. طب خلاص الكلام ده حقيقي جدا في مصر بتاعت امير تدرس. ده الختم بتاع فلياخد البوست يا جماعه يشيل منه الكلام ده حقيقي جدا. غير الصوره. بس ما احنا بنغششهم هو عشان بيغيروا، لا بيغيروا الصوره، بتتغير وبيتشال بتشال امير تدرس ويتكتب منقول. فالناس بقى دلوقتي احنا يعني نشكر. نشكر. انت طريقتك يا امير مميزه، بس هي دي هي الفكره، خلاص هي اتعرفت. هي دي يعني الفكره على فكره اللي هي بتاعت بنتي للبيع دي لقيتها نازله على كذا موقع. صحيح. لا الطريقه معروفه، يعني دي طريقه يعني امير في الكتابه، بالظبط. خصوصا الناس اللي عارفه طبعا الصفحه بتاعتك وبتخش دايما بالظبط. ومتابعه البوستات كلها، فاكيد طبعا تبقى عارفه طريقتك. بالظبط، هي دي الفكره. انا برضو عايز اقول حاجه على طريقه الكتابه، هي مش طريقه كتابه ولا حاجه يعني، لان انا برضو ناس بيقولوا لي انت ازاي بتعمل كده. انا دلوقتي قاعد انا وانتي تمام وبنتكلم، تخيل ان انا في ايدي ورقه وكتبت انا قاعد انا ونانسي، نانسي بتبص لي على فكره هي وبتضحك، انا بكتب اهو تمام. اللي قاعد بيقرا، يعني انا لما ناخد الورق ده نديه لحد، حد قال لي يعني حد ده اسمه الاستاذ ستيفان منير، ده حد من الناس اللي كانوا في الميديا زمان ودلوقتي هو بيدرس سيناريو. الراجل ده يعني كتر خيره من تقديره، دخل كلمني على البيج وانا شكرته، كان بيعمل كومنت على حاجه فقلت له ده شرف كبير ان حضرتك تكون موجود وكده، وكلمنا بعض في التليفون. قال لي امير انت مش دارس اي حاجه كتابه؟ قلت له لا انا خريج تجاره خارجيه ومحاسبه.
قال لي ما درستش اي حاجه كتابه سيناريو او حاجه؟ قلت له لا. قال لي انت عارف ان الطريقه اللي انت بتكتب بيها دي احنا بندرسها لكتاب السيناريو علشان يوصلوا المشاهد انه يعيش اللحظات اللي موجوده في الفيلم. قلت له دي شهاده انا اعتز بيها. قال لي انا مش بقول لك حاجه بمدحك، انا بقول لك الحقيقه، بقول لك الواقع اللي بيحصل. يعني قال لي، يعني افتكر انه قال لي كلمه فرقت معايا جدا. قال لي انا لو لسه في الوسط الفني ما كنتش سبتك غير لما كنت كتبت فيلم. يعني احنا احتمال الفتره الجايه نشوف فيلم لا ان سيناريو شاء الله، واحتمال اعمل وحوار. الفوازير. لا انا قصدي ان انت ممكن نلاقي فيلم انت اللي كاتبه يعني بالتفاصيل بتاعتك. بالتفاصيل. ربنا يسهل. ما اعرفش. بصي انا اول ما عملت البيج دي كان ليا واحد صديقي قريب مني جدا اللي انا مسمي ابني الثالث على اسمه، ديفيد صاحبي ده. لما شاف عدد الصفحه بيزيد بقى كل شويه يجي يسالني سؤال: امير هو احنا رايحين على فين؟ اقول ما اعرفش. كل ما يلاقي دخلنا في فكره جديده. تتبسط كل ما الصفحه بتزيد العدد جدا، لان المشتركين انا كان عندي حلم زمان ان انا امسك رئاسه مصر 48 ساعه، بس مش في عهد السيسي. يعني خلي السيسي يخلص مدته وبعد كده نبقى نشوف. بس علشان حاجه واحده، علشان اقول للناس ان الدنيا مش مستاهله. يعني الست اللي بتنكد على جوزها، او الراجل اللي بيتخانق مع مراته، او البيت اللي بيتفك ويقسموا الولاد، انت البنت معاكي وانا الولد معايا، ولو طفل واحد لا يبقى مع الام، والقانون بيقول انه حضانه الام مهما كانت الام هي حضانه الام. يعني الف لام الف ميم، بس هو ده القانون بيقول كده. ان كل ده مش مستاهل. في الاول وفي الاخر انتوا ناس كبار وناضجين، اخترتوا بعض. يوم ما اخترتيه ويوم ما هو اختارك، انت اخترت فيها شويه حاجات وانت اخترتي فيه شويه حاجات. فالحاجات اللي انت لقيتيه فيها ما تجيش بعد الجواز وتقولي اصلها اختفت. لو اختفت يبقى احنا قدام حل من اتنين: يا اما حضرتك اتضحك عليكي، دي نمره واحد، يا اما نمره اتنين لا انت ما اتضحكش عليكي بس انت كنت مهيئه ظروف ان هو يتعامل بالاسلوب ده. الظروف دي انت ما بقيتيش تهيئيها دلوقتي، فبالتالي هو ما لقاش جواه الدافع اللي يخليه يتعامل بنفس الطريقه. ففي الحالتين انتوا الاثنين مسؤولين. ما تخلوش اللي يدفع الثمن الولاد، لان هم بيدفعوا فواتير كتير جدا. بيدفعوا فاتوره. من ضمن البوستات اللي انت كاتبها البنت اللي هي جات لها او تعبت، جات لها حاله نفسيه وبقت تروح عند دكتور نفساني بسبب مشاكل اللي هي قالت انا عايزه اجيب سكينه وافتح بطن ماما واخش جوه تاني، انا مش عايزه اعيش في الدنيا دي. يعني خلاص عايزه ترجع مكانها تاني، مش عايزه تعيش في الدنيا. كتير مننا فعلا بيبقى بيحصل مشاكل والاب والام غصب عنهم، هم مش شايفين غير بعض. هي شايفه قدامها بالزبط. جوزها اللي هي عامله معاه المشاكل، وهو بالزبط. مش شايف غير مراته اللي بسببها بيحصل مشاكل. بالزبط. وهما الاثنين ليل ونهار في خناق، والاطفال يا عيني مش عارفين يروحوا فين. زي كمان ورق كتير مطلوب يعني عاوزين يطلقوا سواء عندنا في الكنيسه او عند اخواتنا المسلمين. يعني في كل الاحوال. انا مره قعدت اتناقشت مع حد صديق غير مسيحي، قلت له بص انا اكتر ايه بتعجبني ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. يعني حتى لو هو حلال فهو حلال بغيض. يعني حلال مش حلال يلا نطلق وخلاص. يعني الطلاق حتى الخلع، يعني لو ما كانش عشان اسباب فعلا ما ينفعش ان احنا نعيش مع بعض هنتدمر. لكن ساعات بيبقى الحكم واحنا قاعدين بناخد القهوه بتاعتنا الصبح، يعني خلاص احنا نمنا متخانقين فصحينا الصبح بقول لك ايه احنا مش هينفع نعيش مع بعض. يا سلام. طب بالنسبه للولاد النايمين جوه لا يلبسوا وننزل مع بعض ونقضي وقت ظريف وخلاص. لا، ما دي حياه. انت بتقطعي على ابنك وبنتك حياتهم اللي هيبصوا على ولاد وبنات زيهم يقولوا اشمعنى. وفي الاخر خالص يعني بعد ما هم بيدفعوا الفواتير وهم صغيرين، احنا بندفع الفواتير وهم كبار. لما البنت تنحرف والولد يخش السجن، الدنيا تبوظ يعني. بالظبط. الاحساس الموجود كنا لسه بنتكلم عليه من شويه في البوستات بتاعتك وفي كلماتك وفي القصص اللي انت بتكتبها، ازاي احنا نحسه. انا كأم او كل الاب بيتفرج علينا وكل ام بيتفرج علينا، ازاي تقدر تحس ببيتها بولادها وهم بيكبروا سنه سنه قدامها، بتفرح بيهم في كل مرحله. يعني ناس كتيره عايشه هم كبروا معرفش طلعوا ازاي، اهو دلوقتي في المدرسه، يا الدراسه داخله،
يا الاجازه جت، كل حاجه عندنا يعني يا الدراسه داخله فهيبقى عندنا صحيان بدري ومذاكره وواجبات ونوم بدري، يا الاجازه جت فهيقعدوا في البيت ويعملوا شقاوه وهيبهدلوا الدنيا ويبهدلوا الشقه، يا هنخرج هيعملوا شقاوه بره في الشارع وهيكسفونا والناس هتبص علينا، يا هنرجع البيت هيبقى في مشاكل. فاحنا كل حاجه عندنا بقت يا امتى الليل يجي عشان ننام، بنتضايق قوي ان الصبح طلع لان احنا هنستقبل شقاوه ويوم جديد. وازاي انا استمتع بحياتي مع اولادي وفي بيتي مع جوزي، ازاي احس بطعم الحياه؟ بصي، مبدئيا هقول الكلمه اللي الناس لما بيسمعوها بيتخيلوها بعيده جدا، يعني حب اللي انت بتعمله، لان هو ده شغلك. يعني انت، لنفترض ان احنا بنتكلم عن واحده ربة بيت، اسمه ايه؟ اسمه شغل البيت. هي انت لازم تحبي شغل البيت، لازم تبقي فرحانه انه العفش بيلمع. لو هنتكلم عن التنظيف، لازم تبقي فرحانه ان ولادك مستحميين ونضاف وشعرهم متسرح وكده. انت لما هتحبي اللي انت بتعمليه هتلاقي نتيجته. الفكره كلها انه اللي بيحصل زي اللي انت بتقوليه بالظبط. احنا بنصحى الصبح، ايه المطلوب عشان نعيش حياتنا؟ انه اللحفه تتطبق، ونشوف قائمه الغداء النهارده هناكل خضار ولا هناكل مشويات ولا هناكل ايه ولا مش هناكل خالص عشان احنا متخانقين اساسا ونفسنا مسدوده. والولاد هتعمل ايه؟ ده الولاد نايمين، هيصحوا لي من 8 الصبح 9 الصبح واحنا في الاجازه، وهنفضل اليوم ده اليوم طويل وكده. احنا قاعدين عمالين بنعد كل الحاجات اللي تسبب لنا مشاكل حتى لو ما حصلتش، في حين انه الطبيعي، الدوره الطبيعيه بتاعت الحياه إيه؟ احنا هناكل ايه بقى النهارده؟ بقول لكم ايه، اصحوا اصحوا اصحوا، احنا هناكل ايه النهارده؟ انتوا عايزين تاكلوا ايه؟ وانت بتفرحي حد، انت بتفرحي. الحاجه الوحيده، ودي انا برضو نزلتها مره في بوست، الحاجه الوحيده اللي بتكبر لما بتتقسم الحب والسعاده. نصيب البني ادم بيكبر، لان انت لما بتضحكي، ماشي، انت حاجه بسطتك، تمام، هنتخيل ان انت وانت قاعده دلوقتي افتكرتي حاجه في مخك ضحكتك. مين اللي بيضحك دلوقتي؟ نانسي بس، تمام. معدل الضحك عندها عامل ازاي؟ ابتسامه على وشها. طيب انت بتضحكي على ايه يا نانسي؟ لا ابدا، انا افتكرت موقف. طب قولي. اسكت يا امير، ده امبارح حصل ها ها ها. تلاقي الضحكه بدل ما هي ابتسامه عشان اتقسمت بقيت انا بضحك وانت ضحكتك زادت. والكلام ده حقيقي، ده بيحصل، يعني ده الموقف الطبيعي اللي بيحصل بين الناس. فلو كل واحد حب اللي بيعمله هيفرح بيه، وات ايفر اللي بيحصل ده ايه. يعني الشغل بتاع الراجل مثلا مهما كان متعب، لحظه لما يقبض الفلوس ويرجع، انا بكلمك عن نفسي عشان ما حدش يقول انا بتكلم كلام عمومي. انا معود الولاد عندي انه في فلوس ممكن يطلبوا، مفيش فلوس نسال الاول في فلوس ولا لا وبعد كده يطلبوا. فتينو وماجي مثلا بيبقوا محتاجين حاجه، ديفيد لسه ما دخلش ما خدش دوره يعني لسه. بابا انت معاك فلوس؟ لا، الاول انت قبضت؟ عشان ممكن اقبض الفلوس كتير، فلازم السؤال الاول انت قبضت؟ يبقى احنا كده عدينا اول ليفل. معاك فلوس؟ فهم انا سائل ليه؟ علشان انا كنت عايزاك تجيب لي حاجه. عايزه ايه؟ كنت عايزاك تجيب لي بيبي زي اللي احنا ما اعرفش اشتريناه امتى وامتى. بس حاضر. يوم ما اروح اجيبه وتشوفه ان انا جايبه لها، اللي خلاني جبت الحاجه دي الفلوس، واللي خلاني جبت الفلوس ان انا كنت بشتغل. يبقى الشغل اللي انا تعبان بيه لا بيعمل حاجه في الاخر بتفرح. هو ده اللي انا امير ببص عليه. لو الحاجه المتعبه في الاخر بتفرح انا افرح. انا لما بتعب مع اولادي في المذاكره ويجيبوا اي درجات، عشان ما حدش يقول لي بقى انت بتقول عكس الكلام اللي انت بتقوله، لا انا اولادي انا بقول لهم بصوا انتوا انجحوا بس. تينو مره جه قال لي بابا انا جبت 3 من 10. قلت له ليه؟ قال لي مش عارف، ما هي الدرجه جت وحشه. قلت له طب خلاص المره الجايه نجيب 8 من 10. فخلاص، ما هو اوريدي الحاجه اللي مش كويسه حصلت. في ناس بقى 3 من 10 يعني ايه؟ ساقط. عارفه فيلم الناظر يا واد؟ ساقط. ايه يعني سقط فين؟ عاد السنه. ايه يعني؟ يسوى ايه قدام انه ابنك واقف؟ انا طبعا مش بتكلم على الطلبه الفاشلين. أيوة. اللي هو لازم يتقوموا، لا بتكلم على حاجات احنا ردود بالظبط. احنا ردود افعالنا ايه على الكلام ده بس. عشان كده تينو مهما كانت الحاجه اللي بتحصل، ممكن ابقى في الشغل وهو جاب الدرجه وروح البيت يكلمني، يبعت لي بقى لما تبقى الدنيا متأزمه قوي، يبعت لي بابا انا جبت 5.5 من 10. الاقيها على الواتساب. طبعا الواتساب جه بهدل التليفونات خالص يعني. تكنولوجيا. بالظبط. فالواحد لازم يستمتع بالدنيا. انا ما عنديش حاجه اسمها احسن سن للولاد وارخم سن، لا انا كل سن بيمروا بيه ده بالنسبه لي احسن سن بشوفهم فيه يعني. احنا هنطلع فاصل صغير
ونرجع مع حكايه تينو، اوكي. حكايه اغسطينوس. فاصل صغير ونرجع لكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع استاذ امير تدرس صاحب صفحه الكلام ده حقيقي جدا. قبل ما نطلع الفاصل قلنا ان احنا هنرجع على تينو وحكايه اغسطينوس. انا عارفه ان انت طلعت في قنوات كتير وبرامج كتير، وحكيت الحكايه كامله وبتفاصيلها، وان انت ازاي قدرت انك تتغلب على المشكله اللي كانت عندك. عاوزينها بطريقه موجزه عشان الناس اللي ما كانتش تعرفها، والناس اللي في ناس كتير عندك على الصفحه برضو ممكن ما يكونوش قروها، مع انهم عارفين امير كويس وعارفين بوستات امير، بس في ناس كتير ممكن ما تكونش قريتها. هو باختصار اغسطينوس كان جاله سمات توحد وهو صغير، عنده اغسطينوس ده ابنك الكبير؟ اخويا الصغير. اخوك الصغير. هو تملي بيقول لي كده، بيقول لي يا بابا انا اخوك تسمع، زمان كان بيقول لي انا اخوك الكبير تسمع الكلام. كان جاله سمات توحد وهو عنده 2.5 سنين. كان عنده مظاهر كتيره قوي، منها موضوع التواصل بالعين مش بيبص، عنده هايبر اكشن وعنده تشتت وعنده فرط حركه، يعني شويه حاجات كتيره جدا. وانا كان مبدئي بعد ما عرفت القصه دي كلها وكنت عارف ان الحاجات دي حاجات سلوكيه فيه، قررت ان انا اعالجه سلوكيا جوه البيت يعني. وقدرت بشويه صبر ومجهود، وفي الاخر بانه ربنا مادي ايده وعمل معجزه كبيره جدا مع اغسطينوس، انه اغسطينوس يتنقل من المرحله الصعبه اللي كان فيها لانه يبقى طفل طبيعي ويخش مدرسه عاديه وكده يعني. ناس كتيره جدا استغربوا ان ده حصل وقالوا لا دي حاجه يعني فوق الطبيعي وفوق العاده يعني. الغريب انه حكايه اغسطينوس اتنشرت في مصر يوم 29 اكتوبر 2014. في 2014 بالظبط، ويمكن انا نزلت بوست لو الصوره بتاعته موجوده تكون موجوده، يعني تطلع ام بره مصر عملت نفس اللي انا عملته مع ابني بالظبط. وحاجه غريبه جدا، انا ما كنتش شفت البوست بتاعها، انا متصور انا وانا شايل تينو وكاتب 2003 والناحيه الثانيه 2014، وهي متصوره هي وابنها واقفين هما الاثنين مربعين ايديهم وفي ختم موجوده على الشاشه فعلا دلوقتي، وهي محطوط الختم بتاع 2014. انا استغربت انه اغسطينوس نشكر ربنا خف من 2008. انا ايه اللي يخليني استنى لغايه 2014؟ لانه في حاله ثانيه ربنا بيجهزها عشان يقول للناس كلها في نفس الوقت لا اعملوا كده مع اولادكم هتلاقوا النتيجه. ايه بقى اللي نعمله مع اولادنا ده؟ انت احنا بنعتذر جدا على كل مشاهدينا اللي بيتابعونا دلوقتي بسبب العطل الفني حصل في جهاز البث. ومعانا تاني نكمل القصه مع استاذ امير. فالولد ده انا لما شفته واتكلمت مع مامته في الاول وكده، حسيتها متضايقه قوي ان هي عندها ابن كده ومش قادره تواجه، مش قادره تخرج، يعني حاسه بمشكله يعني. فقلت لها على فكره انت احسن من امهات كتيره جدا عندهم اطفال طبيعيين. قالت لي ازاي؟ قلت لها لو ربنا عارف ان الام الطبيعيه تقدر تاخد الولد ده وتهتم بيه وتاخد بالها منه وتقدر تواجه الناس كان بعته لها، لكن هو بعته لك انت، بعته لك انت وباباه، ما اختارش اب وام تانيين، اختاركوا انتوا الاثنين بس. فامشي ارفعي راسك ان انت عندك ابن كده، ده معناه ان انت نفسك مميزه جدا يعني. عايز اقول لك انها بعد كده دخلت على الفيسبوك مسابقه بصوره ابنها اجمل طفل داون سندروم على الفيسبوك. الولد ده انا لما بشيله اساسا بياخدني هو اللي بياخدني في حضنه، مش انا اللي باخده في حضني، يعني بيعلمني يعني ايه حب غير مشروط. هو ما يعرفنيش بس بيحبني جدا يعني. وقابلتهم تاني وشفته تاني وقضينا مع بعض يوم في راس سدر، يوم عائلي كده، وقعدنا مع بعض في الكامبين اللي انا كنت عاملها بتاعت هنتصور معاها عشان تعرفوها دي. طلعنا كلنا وكان هو موجود، وكنت مبسوط جدا ان انا مقضي معاه اليوم ده. فكل واحد عنده طفل شقي تعبان موريه الويل مسهره الليل يعني مقطع هدومه ومضيع فلوسه، يا بختك عشان انت عندك حاجه يوم ما تشتغل عليها وتوصل بيها لنتيجه تطلع تقف قدام ربنا كده في الاخر خالص بعد عمر طويل ويقول لك انا اديتك حاجه عملت فيها ايه؟ كان عندك رساله. درجه التوحد اللي كانت عند تينو كانت عاليه؟
كانت عالية في الأول لغاية ما رحنا عملنا مقياس درجة التوحد. المواصفات كانت بتقول إن هو عند توحد 30 فيما فوق، لكن لما عملنا التيست بتاع الأوتيزم طلع 19. هل ممكن اي اب وام يعملوا اللي انت عملته؟ في أبهات وأمهات كتير عملوا اللي أنا عملته، وابتدوا يستغربوا لما يلاقوا نتيجة. الفكرة كلها إن الواحد بيقف قدام الاسم، إيه ده؟ توحد، دكتور، أدوية، أنا مش هقدر أعمل حاجة. لا، تعالى نعكس. توحد، ابنك. شقاوة، طبطب. مبهدلك قدام الناس، اضحك في وشه وخده في حضنك واعمل حاجات كتيرة جدا قبل ما تقول دكتور وأدوية ونقف ونخبي ونخلينا في البيت ونتحبس ونكئب نفسنا أكتر ما احنا انت عايشين شايف في علاج المجتمع كده. التوحد ايه؟ الروشتة اللي انت ممكن تديها لاي اب او ام قاعدين دلوقتي بيتفرجوا علينا وعندهم ابنهم عنده توحد. بصي، ربنا مش بيبعت حاجة صدفة، مش بيجوز 2 صدفة، ومش بيمنع الخلفة عن بيوت صدفة، ومش بيديها لبيوت صدفة، ومش بيدي طفل طبيعي صدفة، ومش بيدي طفل مريض صدفة. ربنا مدي لكل واحد رسالة، والرسالة دي موجودة somewhere. ممكن الرسالة بتاعتك تبقى جوزك، ممكن رسالتكم انتوا الاتنين تبقى بنتكم، ممكن البنت لما تكبر تكتشف ان رسالتها بابا وماما، انها توفق بينهم لما يختلفوا. فلو ربنا مديلك طفل محتاج منك شغل، لازم تعرف ان من ورا الطفل ده في رسالة. ايه اللي ممكن الروشتة اللي يتعالجوا بيها؟ يفتكروا كلمة قلتها في بداية الحلقة، ساعات كتير جدا بتبقى حل المشكلة انها ما تتحلش، بس ايه اللي بيحصل؟ ان احنا نفضل نعلى نعلى نعلى، فنكتشف ان احنا بنطلع بره حفرة، احنا اوريدي حفرة كبيرة احنا فيها كلنا، ما طلعناش بيها غير لما ربنا بعت لنا مشكلة حطينا همنا فيها وابتدينا نشتغل عليها، بس فحلينا حاجات تانية كتيرة موجودة في حياتنا. هنتصور معاها عشان تعرفوها، بنشوفها كتير قوي على الصفحة عندك. قصتها ايه؟ ولا حاجة. لما حصل المؤتمر الاقتصادي في مصر، أنا بحب مصر جدا زي ما قلت كده، وشفت السبيتش الأخراني بتاع الرئيس السيسي وعجبني جدا. فكرت قلت إذا كان ده واحد ماسك البلد وفيها ملايين بيحاول بشتى الطرق إنه يرفع من شأن البلد دي، طب لو كل واحد من الملايين دي فكر يعمل ولو فكرة صغيرة. فأنا قلت أنا إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ أنا عندي ناس على الصفحة بنتناقش مع بعض في حاجات كتير جدا. طب ما تيجوا نطلع بالناس دي في مكان سياحي، نشجع بيه السياحة الداخلية نمرة 1. المكان ممكن يكون مش بيشتغل، نشغل الناس فيه ولو يوم واحد، ده منفعة نمرة 2. هنتقابل مع بعض على المستوى الاجتماعي، بدل ما احنا بنكتب كومنتات ومسجات لبعض، لا احنا هنشوف بعض. نمرة 3، هنتصور معاها، هنتصور جوه البلد اللي احنا بنقول مش حلوة، لا هنتصور في أماكن جميلة جوه البلد علشان تعرفوها. عشان دي كانت فكرتك اصلا؟ دي كانت فكرتي اصلا، وطرحتها الاول قبل اي حاجه. يعني انا قبل اي اكشن ما باخده بعمل زي استبيان كده، يا جماعه نعمل كده ولا ما نعملش؟ احنا مع بعض على الصفحه 76000 كده قاعدين بنتكلم مع بعض. فنعمل كده. الناس رحبوا جدا اللي بيحبوا البلد، وناس من بره مصر قالوا يا ريت تعمل لنا واحده في شهر 8 عشان احنا نازلين في شهر 8 فعايزين نيجي نطلع معاك القصه دي. طلعنا اليوم ده وتصورنا فعلا ورجعنا، نزلت اللوجو بتاع هنتصور معاها عشان تعرفوها، نزلت يعني فيز 1 من الصور، لسه الصور الجزء الثاني ما نزلتش. اليوم كان حلو جدا، الناس انبسطوا جدا واحنا طالعين. مفيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم، مفيش حاجه اسمها سلفي واخوان، مفيش. كل الناس طالعه. واحنا مروحين ما كنتش عارف مين مصاحب مين اصلا، يعني مين كان طالع. هم اصحاب اصلا، ان واحنا راجعين كلنا كنا مع بعض، قعدنا كلنا مع بعض وتصورنا مع بعض ما هي دي من ضمن الحاجات اللي هي بتميز الصفحه بتاعتك بجد يا امير. يعني انا مش شايفه انها صفحه لا بتتكلم عن الدين ولا بتتكلم عن طائفه معينه او قطاع معين، او انا شايفه انها صفحه عامه بتتكلم في كل المواضيع وبتتكلم في كل المشاكل. فدي حاجه برضو من الحاجات البوينت للصفحه بتاعتك يعني. اول بوست نزلته في الصفحه كان بيتكلم عن ان الشمس ربنا بيطلعها الصبح وما بيديهاش امر تنوري للمسلم والمسيحي، لا تنوري للمؤمن والملحد، لا تنوري لليهودي والمسيحي، لا انت تنوري لكل الناس وتقولي لهم ان ربنا بيوزع بالعدل. انتوا بقى بينكم وبين بعض بتفرقوا، فانا قررت ان انا اكون واحد من اللي ما بيفرقش. يعني
كل اصحابي مسلمين وبحبهم جدا جدا. اساسا الجمله ما بحبهاش، ولا حكايه اصل انا كل اصحابي مسلمين وتيجي تتعرفي على حد مسلم. على فكره انا مايكل وجورج من اعز اصدقائي. ايه مايكل وايه جورج؟ احنا كلنا في الاخر يعني كلنا يعني بني ادمين. وفي الاخر كلنا تراب يعني. اتفرجت على صوره حلوه جدا كانت جايبه قسيس، شيخ، واحده، طفل، غني، فقير، قصير، طويل. دي الصوره اللي الناس شايفينها. الصوره اللي تحتها السكيلتون بتاع كل واحد، الهيكل العظمي بتاع كل واحد، كلهم زي بعض. اللي بدقن الهيكل العظمي بتاعه زيه زي اللي من غير دقن، والست الهيكل العظمي بتاعها زيها زي الراجل، والمسلم الهيكل العظمي بتاعه زي المسيحي. اذا احنا ربنا مش شايفنا بملامحنا. يعني لما بيشوفني بضحك ربنا مش بيبتسم، لا ربنا شايفني على حقيقتي، شايفني انا فعلا من جوه بضحك ولا لا، شايفني بالهيكل اللي هو خلقه. شايف قلبك بالظبط. بس فانا بحب اشتغل على النقطه دي عشان يعني ابقى زي يعني لو انا بتكلم ان الصفحه دي نور، فالنور ده لما بينور ما بيفرقش. بس فانا ما بفرقش عشان كده. جات لي رسالة من حد على الصفحة عندي بيقول الصفحة بتاعت البرنامج يعني عاوزاك تتكلم عن الطلاق. الله. فكلمنا عن الطلاق بصورة البسيطة بتاعتك اللي احنا متعودين عليها طيب بصي، الطلاق ده زي ما قلت في نص الحلقة انه حتى وان كان مسموح بيه في الدين الاسلامي مثلا، فهو اسمه هناك ابغض الحلال. اوكي، ابغض الحلال يعني ايه؟ يعني يوم ما تعملوه تعرفوا ان انتوا بتعملوا حاجه مباحه ولكن مش حلوه. ليه مش حلوه؟ يعني ليه مش حلوه؟ انا بتخيل نفسي مثلا ولادي اهم في البيت، انا ربنا مديني 3، تمام، بحبهم ومتعلق بيهم جدا. جت مراتي قررت بكره انها تطلب الطلاق، لنفترض انه مباح، قررت انها تطلب الطلاق، اتطلقنا. طيب الولاد هيروحوا فين؟ دي نمره 1. نمره 2، انا لما اجي اتجوز تاني، لو فرضيا ان الطلاق مش مبني على سبب قهري للطلاق، انه فعلا ما ينفعش نعيش مع بعض، يعني حد فينا هيخش السجن والتاني هيموت، فخلاص دي يعني لازم افصلوا الاثنين دول عن بعض يا جماعه. هتجوز واحده ثانيه، هروح اقول لها ايه؟ على فكره انت حبيبتي وانا بحبك وبموت فيكي وكده. عجبني جدا المسلسل اللي اتعرض في رمضان اي ثينك اللي قبل اللي فات بتاع الزوجه الرابعه. ال3 اللي بيخلفوا، المسلسل ده فيه قيمه عاليه جدا الناس ما خدوش بالهم منها. هم جريوا ورا مصطفى شعبان وانه مزواج وبيعاكس وما اعرفش ايه. لا، مصطفى شعبان اللي بتخلف ما بيطلقهاش، عشان كده هو حاجز الزوجه الرابعه يبدل فيها ما تخلفش. ليه؟ لانها لو خلفت مش عارف يطلقها، ما ينفعش يطلقها. القيمه العاليه جدا انه يوم ما ربنا يباركك ويورثك من عنده ويخليك، الراجل والست اللي بيخلفوا بالمناسبه ربنا بيخليهم يشتركوا معاه في الخلق. يعني زي ما ربنا بيخلق عن طريقهم، عن طريق قرارهم. نفسكم في ولد؟ طب انا هديكوا ولد. نفسكم في بنت؟ طب هديكوا بنت. نفسكم ما تخلفوش دلوقتي وتخلفوا كمان شويه وعايزين تاجلوا الخلفه؟ اجلوا الخلفه، ولما تيجي تنووا اديكوا، لما تيجوا تنووا اديكوا. فربنا خلاكوا اشتركتوا في الخلق. يوم ما يحصل ده خلاص انتوا ال3 بقيتوا واحد. هاتيلي بقى انت حد عنده قلب يجيب سكينه لشخص واقف ويقرر انه يقسمه نصين، يا اما بالطول يا اما بالعرض. يجي له قلب يقسم باي شكل. هو ده الطلاق من وجهه نظرك؟ بس بنجيب بني ادم وبنقسمه. عندي مشاكل على الصفحه ابهات نفسهم يرجعوا لبيوتهم والست رافضه، والعكس اكيد، وستات نفسهم يرجعوا بيوتهم او الاب يرجع والاب بيعند. انا واثق انه في ابهات كتيره هترجع لما يحصل عيد الاب في مصر، وفي امهات كتيره جدا. يعني عيد الاب ده مش مجرد احتفال للاب، ده ممكن كمان يحل مشاكل كتير. عيد الاب هيحل مشاكل كتير، هيرجع طب ارجوك يا امير يعني اسرع فيه. ان شاء الله في شهر 7. شهر 7 ده هيبقى ان شاء الله شهر عيد الاب على الصفحه عندي، وان شاء الله هيبقى في مصر ان شاء الله. يعني ربنا يرتب ان الدنيا تمشي كده يعني. انت سعيد في حياتك؟ نشكر ربنا جدا يعني، الحمد لله. وازاي بتقدر تسعد ولادك؟ بخليهم على قد ما اقدر اللي نفسهم فيه يعملوه، وفي نفس الوقت واقعي معاهم. مش كل طلباتهم بتتنفذ، حتى لو طلبات غير ماديه. مش كل مشاويرهم اللي عايزين يروحوها بيعملوها، لانه لما انا اتربيت كده
يعني اتربيت انه مش كل حاجه انا بطلبها باخدها في نفس الوقت. فحسيت انه ده اللي طلعني انسان قادر اعيش الواقع. اللي ما بتترباش كده او ما بيترباش كده بيواجهوا مشكله كبيره لما بيرتبطوا. يعني يوم هي تبقى طالعه من بيت مثلا بابا بيعمل كل حاجه، فاين، انا اتجوزت واحد طالع من بيت بابا ما بيعملش كل حاجه، يعني عارف انه في وقت ينفع وقت ما ينفعش. تصطدم لو ما كانتش عايشه الواقع. عشان كده يعني نفسي بدل ما الست تطلب راجل رومانسي تطلب راجل حقيقي، والراجل بدل ما يطلب ست تنفذ كل اللي هو يقوله بس لا يطلب ست حقيقيه. بس يعني يبقوا بيتعاملوا قدام بعض بالحقيقه. عشان الكلام ده حقيقي جدا. عشان الكلام ده حقيقي جدا. بشكرك جدا بجد. ميرسي. استاذ امير كنت معانا النهارده في الحلقه، وفعلا استفدت كتير وغيرت مفهومي عن البني ادم اللي اتربى على طباع معينه مش اساسي ان هو يطبقها في حياته حقيقي. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا فعلا استفدتها في الحلقه، واكيد مشاهدينا كتير استفادوا من الحلقه النهارده. بشكرك جدا على وجودك معانا. مشاهدين سعدت بلقاء النهارده مع استاذ امير، ويا ريت انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا. انتظرونا في حلقات تانية كتير، وتصبحوا على الف خير.